السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناتكم قناة خديجة المتنوعة، وكنتمنى من كل قلبي يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا. اليوم غادي نعدلو كيكة بالشوكولات بالحجم عائلي، وكتجي باردة، كتجي ما شاء الله. هاد الكيكة هادي رائعة، من العشاق ديال الشوكولات انا متاكده غادي تعجبكم هاد الكيكه هادي، حيت صراحه كتجي لذيذه بزاف البنات، وكتجي رائعه كيف ما قلت لكم. الحجم تبارك الله ما شاء الله عائلي. كنتمنى من كل قلبي غير تتابعوا الفيديو باش تاخذوا طريقه التحضير والمقادير سهله وبسيطه، والمكونات يعني موجودين في اي بيت. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الحباب مع الاصدقاء. هادشي كله كيف ما نقول لكم دائما فضلا منكم ليس امرا. نخليكم مع الفيديو مع طريقة التحضير والمقادير وفرجة ممتعة. ونبداو بسم الله على بركة الله في المقادير. انا هنايا كنعدلوا مع بعضياتنا الكيكة، وفي نفس الوقت كنقول لكم المقادير. هنايا عندي 3 ديال البيضات، يعني من الاحسن نبداو من القبل من النبيره. وكنحتاج واحد 2 شاشيه ديال الفاني، المهم انا نكهت انا بالفاني وانتم باي نكهه كتفضلوا. وكنحتاجوا كاس ديال السكر حبيبات، المهم ما كيكونش معمر بزاف. وكنخلطوا الكل، كنطربوا داك 3 ديال البيضات ومعاهم كاس ديال السكر حبيبات، ومعاهم 2 شاشيه ديال الفاني، وكنطربوا الكل. وهنا كيف ما شفتوا حتى كنخدم داك البيض مزيان، عاد كنضيف عليهم الزيت. وعندي هنايا كاس ديال الزيت هنا يعني كنضيفوه بدفعه بدفعه، وحنا كنطربوا مزيان داك الكيكه ديالنا. وهنا كنعمل واحد المعلقه كبيره حتى المعلقه حتى 2 معالق صغار ديال الخل الابيض. وكنضيفوا كاس ديال الحليب، 3 ديال الشاشيات ديال الكاكاو المر. وعندي 2 كيسان ديال الدقيق، المهم القياس دائما يعني من قياس الكيسان العنبه. وكنضيفوا داك الكاس الاول، والكاس الثاني ما كنضيفوش كامل، حتى كنخلطوا الكل مع بعضياتنا كيف ما كتشوفوا معايا. يعني حتى كنضيفوا الكاس الاولاني والكاس الثاني كنضيفوا منه النص. وكنضيفوا 3 ديال الشاشيات ديال الكاكاو المر، وكنخلطوا مع بعضياتنا اما بالضرب كهربائي او كنخلطوا باليدوي. وعاد كنضيفوا داك نص كاس المتبقي. انا المهم هنايا هذا الخليط اللي شفتوا مع بعضياتنا، يعني هز لي 2 كيسان ديال الدقيق معمرين كيف ما شفتوا معايا. وهنايا كنعمل 2 ديال الشاشيات ديال خماره ديال الحلوى، كنخلطوا الكل مع بعضهم كيف ما شفتوا معايا. المهم انا هنا ضفت لاله 2 كيسان ديال الدقيق. ربما نتوما على حسب الحجم ديال البيضات، الا كانوا كبار يقدر يدهز لكم يعني 2 كيسان ونص، تقدر كيف ما هزت لي انا دهز لكم لاله 2 كيسان. والقوام ديال الكيكه هو هذا انا اللي بغيت. من بعد ما خويته في الطبسيل ديال الفران، المهم هنا كنجيب واحد الطبسيل ديال الفرن، كنفرشوا له ورق الزبده وكندهنوه بالزبده، وكنضيف كيف ما عارفيني دائما الكيكه ديالي كنضيف الطبسيل اخر، وكنضيف فيه الكيكه عاود يعني باش ما كتزرباليش العافيه، وفي نفس الوقت كطيب لي على مهله. المهم هنا انا كنت شاعله الفران خليته حتى كيسخن، ودخلت الكيكه ديالي وندوزو باش نعدلو الكريمه ديالنا اللي كتجي ما شاء الله. هاد الكريمه هذه البنات انا متاكده غادي تعجبكم، حيت صراحه فنيونه. كنضيفو 2 كيسان ديال الحليب، المهم كنجيب واحد الكاسرون وكنضيفو فيها 2 كيسان من قياس الكيسان ديال العنبه، 2 كيسان ديال الحليب، واحد شاشيه واحده ديال الفاني. وكنضيفو هنايا السكر، المهم على حسب الذوق ديالكم. انا هنايا ضفت 3 معالق السكر، وانتم كيف ما بغيتو على حسب الحلاوه اللي بغيتو نتوما. وكنحتاجو في هاد الكريمه ديالنا الكريم باتيسيان ديال الشوكولات، يعني صراحه كيجي مزيون بزاف هاد الكريم هذا. والا ما كانش عندكم موجود يمكن لكم تعملوا هي يعني مايزينا العاديه، كريم باتيسيان العادي، وكتعملوا معاه واحد 3 المعالق ديال كاكاو المر او 3 شاشيات ديال كاكاو المر. وهنا كنضيفوا 2 معالق ديال كريم باتيسيان، 2 معالق كبار، المهم مع 2 كيسان ديال الحليب. وكنضيفوا عليهم 2 كيسان 2 معالق ديال الكريم باتيسيان ديال الشوكولات، واحد شاشيه د الفاني. وغنحركوا الكل مع بعضياتهم، غنضيفوهم فوق البوطه حتى كيقصح معنا الخليط ديالنا. كيف ما كنعدلوا دائما الكريم باتيسيان ديالنا دائما كنعدلوها، يعني نيت كنعملوها فوق البوطه حتى كيقصح الخليط هيدا كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نعملوها فواحد الزلافه هيدا يعني واسعه، خليوه يبرد. يعني كنحيدوه من الكاسرونه وكنضيفوه فواحد الزلافه. يعني ضيفتو في هاد الزلافه، وغادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي، وغندخلو النبره حتى كتبرد. يعني من الاحسن هاد الكريمه هادي تكون بارده مزيانه البنات. انا هنايا من بعد ما جبت الكيكه ديالي، من بعد يعني ما طابت من تحت وشعلت عليها من الفوق، يعني دائما الفران يكون قليل البنات، يعني ما تخليولوش جهده كامل. انا هنايا طيبت الكيكه ديالي على 250 يعني درجه الحراره ديال الفران. وكنجيبو واحد كاس ديال الحليب. انا هنايا الكاس الحليب يعني مدفي، يعني ما مغليش، مدفي. وكنضيف عليه واحد 2 معالق حتى 3 معالق ديال كولاكا اللي كنعملو مع الحليب، او كاوبيل، او المهم اللي عندكم موجود.
هنا كيف ما شفتوا معايا يعني ضفت في داك الكاس 2 معالق صغار ديال الكاكاو، اما كاوبيل او كولاكا. المهم اللي كنسقيو الكيكه ديالنا وكنقلب الكيكه ديالنا على الوجه اخر، كنغطيها بواحد البلاستيك وكندخلها النيبره تبرد. انا هنايا البنات يعني عملت هذا الاطار هذا باش كتبقى لي الكيكه ديالي مجموعه، وكندخلوها النيبره حتى كتبرد وندوزو باش نعدلو الكريمه ديالنا من بعد ما بردت. هاد الكريم باتيسير من بعد ما بردت مزيان. المهم انا خليتها في النيبره حتى كتبرد مزيان، ولا كنتو محتاجين بها في نفس النهار يعني من الاحسن عملوها في الفريغو تبرد لكم مزيان. المهم هنا كنطلعوا داك الكريمه ديالنا، كريمه هولالا اي نوع ديال الكريمه، كنعملوا 2 كيسان ديال الكريمه هولالا وكنطلعوها مزيان، وكنطربوا داك الكريم باتيسيان ديالنا ديال الشوكولات وكنخلطوا الكل مع بعضياتهم، وكنخويوه على ديك الكريمه وكنطربوا الكل مع بعضهم. كيف ما قلت لكم البنات يعني من الاحسن هي تكون هالكريم باتيسيان تكون بارده مزيان، يعني من الاحسن حيت هاد الكيكه هادي كتنتكل بارده نيت باش ما تذوب لكمش الكريمه. المهم هنا من بعد يعني ما خلطنا الكل مع بعض. انا هنايا الكريمه يعني ما عملتش معكم بالكيسان، في حق الثمن 2 كيسان انا عملت ديال الكريمه. المهم القياس اللي قدكم على حسب الكيكه اللي عندكم. المهم هنا كنجبدوا الكيكه ديالنا من النبيره من بعد ما بردت مزيان، وكنخوي فوق منها داك الكريم باتيسيان مع داك الكريمه هولالا. المهم اي نوع ديك الكريمه عندكم، وكنحاولوا نواسيو لها الوجهه ديالها مزيان، يعني كنحاولوا يعني نخليو لها الوجهه ديالها مواسيه مزيان باش كتعطي واحد المنظر مزيون ملي كنعملوا لها يعني الطبقه اللي هي الاخرانيه باش كتجي معوطه مزيونه. من بعد ما كنعوطوها يعني كنعملوا لها واحد بلاستيك غذائي من فوق الوجهه ديالها، وغندخلوها للنيبيره مره ثانيه حتى كتبرد مزيان، وندوزو باش نعدلوا لها الطبقه ديالها الاخرانيه. عندي هنايا انا كريمه هولالا، يمكن لكم تعوضوها بنص كاس ديال الحليب، كنضيفوه في واحد الكاسرونه كنضيفو على البوطه حتى كيدفى داك الحليب مزيان. وكنجيب هذا الشوكولاط هذا نيسلين، انا ضفت شوكولاط نيسلين وانتم اي شوكولاط كتفضلوا، ونيت كتجي باش كتجي الكيكه ديالكم مزيونه. المهم هنا نص كاس من قياس الكيسان ديال العنبه كنعمل ديال الكريمه، وكنضيف فيها هذا الشوكولاط هذا يعني باكيه ونص ديال هذا الشوكولاط هذا ديال نيسلين. انا هي شنو فضلت هذا الشوكولاط هذا في واحد المذاق مزيون، راكم عارفين قداش ما عملتوا الشوكولاط مزيون قداش ما الكيكه ديالكم كتجي مزيونه. المهم نتوما اي نوع ديال الشوكولاط ماشي ضروري تعدلوا هذا الشوكولاط هذا اللي عدلت انا، وكتخليو هذا الشوكولاط هذا حتى كيبرد عاد كتضيفوه فوق الكيكه ديالكم، وكنخويوه فوق الوجهه ديالها. ومره ثانيه كندخلوها للنبيره، المره الثالثه كندخلوها للنبيره حتى كتاخذ وقت يعني الكافي في النبيره تبرد لنا. وانا هنايا البنات كيف ما شفتوا معايا انا حيدت من داك الطبسيل اللي طيبتها فيه وعملت لها هذا الاطار هذا باش كتجي الكيكه معوطه. نتوما يمكن لكم تخليوها في نفس الطبسيل اللي نتوما طيبتوها فيه وعدلوا لها الكريمه ديالها، في حق المهم هيدا كتجي احسن. من بعد ما عملنا لها الطبقه ديالها الاخرانيه كندخلوها للنبيره مره ثالثه، كنخليوها حتى كتبرد مزيان، يعني تاخذ لنا الوقت الكافي يعني واحد ساعتين هيداك. خليوها حتى كتبرد مزيان، ومن بعد كنجبدوها وكنحيدوا داك الاطار وكنقطعوها على هذا الشكل هذا، وعاد كنزينوها كيف ما كتشوفوا معايا. يعني ما شاء الله الحجم ما شاء الله عائله البنات. المهم حنا كنقطع على هذا الشكل هيدا، وانتم التقطاع انتم كتحكموا فيه. وانا هنايا البنات حتى قطعتها مربعات هيدا عاد كنزينها. كان عندي الكراميل فضار يعني سبق لي وعدلته معكم في واحد الفيديو، يعني الكراميل صنع منزلي. الفيديو اللي قبل من هذا ديال صابلين كنخلطو مع كريم باتيسيان وكنعمل بهاد الخطوط هذا عشوائي. كنجيب واحد الطريفه ديال داك الشوكولات اللي حنا عدلناه مع الكريمه شوكولاط نيسلين، وكنزلوا فايده في كل مربع، يعني عدلت هيدا في 4 المربعات. المهم مزيان كيبقى لكم، انا فقط كنعطيكم كاقتراح وانتم تزين كيف ما بغيتوا عدلوا له. وما شاء الله هاد الكيكه هذه كتجي اكثر من رائعه، لا في المذاق ولا في المنظر كيف ما كتشوفوا ولا في الحجم. ما شاء الله الحجم عائلي، وما شاء الله كتعطي كميه يعني وفيره. ما شاء الله تعدلوا هيدا للضيوف ديالكم لوليداتكم. المهم في وقتاش ما حبيتوا تعدلهم. انا هنايا عدلتها في العيد، في عيد الاضحى. مهم كنتمنى من الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو هذا، حيت صراحه فنيون فنيون فنيون. انا متاكده الا تبعتوا هذا الفيديو وعدلتوا هذه الكيكه انا متاكده ما غتستغناوش عنها وغتبقاو دائما تعدلوها، حيت صراحه ما فيهاش شي مكونات وما فيهاش شي حاجه اللي هي صعيبه، وفي نفس الوقت ما شاء الله كتجي راقيه. يعني اللي ما يشوفكمش هيدا كيف ما عدلتوها يعني كيقولوا باش عدلتوها يعني لا بالمذاق ولا بالمنظر. ما شاء الله هانتوما كتشوفوا القوام ديالها والكيكه ما شاء الله كتجي مفشفشه وكتجي رائعه البنات. انا متاكده غادي تعجبكم. كنتمنى من كل قلبي هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. انا هنا كنقسم معكم باش تشوفوا القوام ديالها. ما شاء الله فنيونه مع داك الكراميل البنات مع المخلط مع الكريم باتيسيان ديال الشوكولات. ما شاء الله عطى واحد المذاق رائع البنات.
انا هنايا البنات كنقسم معكم المسامحه اخواتي، يعني كنذوق المذاق ما شاء الله لا يقاوم، ما شاء الله. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. والمسامحه اخواتي الا كنت كنشهيكم ان شاء الله يا ربي يحققكم في الجنه. ما شاء الله هاد الكيكه هذه رائعه، هي نوضوا البنات وعدلوها، وغادي تعرفوني انا علاش كنهضر. والله اخواتي حيت صراحه فنيونه، وبغيتكم تعدلوها وتجربوها حيت صراحه فنيونه وتستاهل تجربه من عندكم. وكنتمنى يا ربي دابا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى من كل قلبي ان الاعجاب ديالكم هذا الفيديو ونكون خفيفه على قلوبكم. وكيف ما العاده لا تنسوا اخواتي يعني اللايك واشتراك وبارطاجيو الفيديو مع الحباب مع الاصدقاء. هادشي كله اللي كنقول لكم فضلا منكم ليس امرا. خليكم على خير، الى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم اخواتي.